اللي ظهر في الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيهاجم يعني ربما سيارة رجال الأمن. اليوم هو في قبضة رجال الأمن. يوم الثلاثاء حي مولاي رشيد في الدار البيضاء عملية إعادة الجريمة الهجوم المدعو الفردة اللي كان هاجم دورية الشرطة وكانت هاز معها جنوية، وعملية إعادة التمثيل حضرات بزاف من رجال الشرطة وبزاف ديال من سكان الحي اللي كانوا كيتسناو الفرصة فاش يتشد على هذا المجرم. فيما كنشوفوا المدعو الفردة هو غارق في الندم وكيتأسف من داكشي اللي كان دار، حيت سخونية الراس كترجع بالبرودة. وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بالتنسيق مع نظيرتها مدينة قنيطرة وبناء على المعلومات واللي وفرتها المصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم الثلاثاء إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للشبه في تورطه في قضية تتعلق بإهانة موظفين عموميين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطر على المواطنين. وذكرت المعطيات الأمنية أن المشتبه فيه كان قد أقدم على إحداث ضوضاء وتهديد المواطنين باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام بالدار البيضاء، مما استدعى تدخل الدورية للشرطة وواجه المعني بالأمر بالمقاومة عنيفة وألحق خسائر مادية بسيارة الأمن الوطني. وهي الأفعال الإجرامية اللي شكلت الموضوع شريط فيديو منشور على جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف بزاف ديال المعطيات أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم الإيقاف ديالو خلال عملية أمنية تم التنفيذ ديالها بمدينة القنيطرة. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي اللي كيجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني للأمر. مرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء. يعني هذا هو يعني ربما الشاب اللي ظهر في الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيهاجم يعني ربما سيارة رجال الأمن. اليوم هو في قبضة رجال الأمن، والآن كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر والعاجل مشاهدي موقع 24 كما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر. إذا مشاهدينا الكرام كيف ما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر والعاجل كما هذا هو الشاب اللي كان يعني هاجم عناصر رجال الأمن في ذاك الفيديو. يدود على خط واحد ايش
إذا مشاهدينا موقع 24 في تواجد برافو رجال الأمن، برافو رجال الأمن، برافو رجال الأمن.